اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير وصباح السعادة وصباح الهنا عليكم كلكم. النهاردة هنعمل تورتايه تزيينها بسيط جدا جدا جدا، وتحفة تحفة بجد، ورقيقة بطريقة يعني فوق ما انت متخيلة، وكمان بدقيق عادي. المفروض ان انا كنت منزلة الفيديو ده بس في ناس ما شافتهوش، فانا بسرعة كده هقول لكم المقادير بتاعت الكيكاية على طول. بالدقيق العادي هتعملي الاسبونج عندك في البيت. عملت هنا انا ايه بقى؟ اول حاجة جبت البولة ناشفة جدا ما فيهاش نقطة مية، كوباية دقيق. طبعا الدقيق ببقى نخلاه ومجهزاه وهو منخول. حطيت كوباية دقيق وربع كوباية، يعني كوباية وربع دقيق. حطيت عليهم ايه؟ معلقتين نشا مش مليانين. هتحطيها مليانة قوي تحطي معلقة واحدة. وحطيت معلقة كاكاو خام اللي هو الكاكاو الاسباني، معلقة حلوة قوي تكون كبيرة ومليانة. يبقى هنا احنا عرفنا حطينا ايه. كوباية وربع دقيق، معلقتين نشا، معلقة كاكاو اسباني، نص كوباية سكر. اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا كمان معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة بيكنج باودر. ما حطيناش حاجة تاني خالص. كده خلصنا المواد الجافة. ندخل بقى على طول على المواد السائلة اللي هي عبارة عن ايه. كل ده في قلب البولة اللي انت هتشتغلي فيها. عبارة عن 4 بيضات. هكسر ال4 بيضات على الخليط بتاعنا اللي هو الجاف، وهاخد معلقة محسن كيك كبيرة. واحطها برضو على المكونات كلها، كله على قلب بعضه. ما ان انا ما كانش عندي فانيليا، فانا استعدت يعني ايه عوضتها بمعلقة خل كبيرة. ما تخافيش مش هنعمل اي حاجة، انا حاطينها بس عشان البيض. حطيت معلقة خل كبيرة. حطيت كمان نص كوباية مية واديته تقليبة كده بال بتاع العجان ده اللي هو اسمه ايه مش عارفة، مش فاكرة اسمه. المهم يعني اديته تقليبة بيها، وبعدين ضربته كويس في العجان بتاع مثلا 8 9 دقايق كده او اقل شوية لحد ما وصل للقوام اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله انت كده مش محتاجة تشتري سبونج اصلا تاني من بره. واخده بالك؟ هتعملي الاسبونج عندك في البيت. مش هنشتري الكيلو ب60 جنيه والحاجات دي كلها. وبرده بيقولك حطي بيض وحطي محسن كيك وحطي فانيليا وحطي ميه. فهي ده اوفر ليكي بكتير. دي حاجه. تاني حاجه الصينيه دي. احنا عندنا 3 صواني من دول. دي الصينيه الصغيره اللي هي عباره عن 20 في 25. المقادير دي لصينيه 20 في 25. تمام. باذن الله هنعمل الصواني التانية مع بعض برضو بمقاديرها بالدقيق العادي. ماشي. انا هنا بعد ما حطيت، طبعا انا هنا مولعه الفرن على درجه حراره 170، مش 180 ولا 200، لا 170. عشان الصينيه لازم تكون على الحراره دي عشان تستوي من جوه. لما بنكون بنعمل صاج لازم تكون الحراره عاليه عشان يطلع معانا بسرعه، فبياخد معانا بالظبط 10 دقايق. اديتها تقليبه بالراحه كده بعود الشيش الطاووق اللي انتوا شفتوا ده. خلي بالك انا بقلب بالراحه عشان ما هبطوش. بالراحه كده عشان كله يتجانس كده في قلب بعضه، ما يبقاش فيه هوا في الايه في من جوه يعني. دخلت الصينيه البوتاجاز الفرن. ده خدت معايا بالظبط 30 دقيقه. بعد 20 دقيقه، اول 20 دقيقه شفتها، حطيت فيها عود شيش الطاووق. لما تطلع نظيفه معاكي خلاص كده الكيكه بتاعتك استوت. طلعت اهي بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا كده. انا كنت عاملاها بالليل. بصوا الصينيه هي دي المقاس اللي بقول لكم عليه. كنت عاملاها بالليل. لفيتها زي ما انتوا شفتوا في قلب القماشه اللي هي دي مخصصه للحاجات اللي بغطي بيها على المعجنات اللي بعملها. لفيتها وخليتها. احنا بقى هنا الصبح صباح الخير. فانا هنا هاخد بس الوش بتاعها. هي طريه ما شاء الله جدا. واللي شفتم طبعا هي من ظهرها برضو طريه جدا، مش محروقه، ما فيهاش اي حاجه، زي الفل. وشايفين شكلها ما شاء الله عامل ازاي. هبدا هنا بقى انا كده اقطعها بالمنشار. بصوا عامله ازاي ما شاء الله، مفرغه وهشه جدا. بصوا يعني لا بجد ما شاء الله تحفة. جربيها. هتوفر معاكي كتير قوي لو انت حابة تعملي شغل للبيع يعني. انا هنا حطيت كوباية الا ربع مية متلجة على كوباية الا ربع كريم شانتيه. وهحط كمان معلقة كاكاو، لان انا عندي كريم. كنت بعمل تورتايه يعني قبليها، فكان باقي منها كريمة بالشوكولاتة، فهحط ده على ده واكمل. وهشوف لو احتجت هعمل تاني يعني ايه، عشان طبعا الكريم شانتيه غالي قوي دلوقتي. فلازم تعملي حاجه بحاجه عشان ما يتبقاش معاكي كتير يعني ويتحط في التلاجة. المهم هنا ضربت كله على بعضه اهو زي ما انتوا شايفين.
وبدأت هنا جبت القاعدة بتاعتنا، وهبدأ كده اخد بس اخد حتة كريم شانتيه كده عشان تمسك معايا التورتاية ما تتحركش وانا شغالة فيها. طبعا هنا عايزة بقى تسقيها بلبن مثلا وعليه معلقة نسكافيه، مثلا بلبن وعليه كاكاو. عادي عايزة تسقيها بمحلول بسيرب اللي احنا بنعمله مع بعض، اللي هو عبارة عن كوبايتين سكر، كوباية سكر، كوبايتين مية، عصرة ليمونة، بياخدوا على النار 10 دقايق في الغلاء، يعني يغلوا 10 دقايق، تطفي عليهم يبردوا، حطيهم بقى في التلاجة تستعمليهم زي ما انت عاوزة. هنا انا بدأت احشي طبعا بعد ما سقيت. وكمان عندي جناش شوكولاتة اهو، انا عاملاه ومجهزاه عشان اي حاجة على طول يبقى انا عندي شغلي جاهز يعني. جناش الشوكولاتة اللي احنا بنعمله عبارة عن مثلا اللبن بيبقى نص الشوكولاتة بالظبط. يعني انت هتعملي 200 جرام شوكولاتة، هتحطي عليهم 100 جرام لبن، وتغلي اللبن، وتقومي حاطه اللبن على الشوكولاته وتدوبيه كويس قوي. ممكن تحطي حته زبده او تحطي معلقه زيت عشان يديكي بس ايه لمعه، وتخليه عندك تستعمليه على طول بقى. انا بعمل كده عشان لو في اي حاجه في شغل، يعني شغلي جه او كده يبقى على طول جاهز، ما اقعدش اسيح والكلام ده كله. اللي بسيحها في وقتها بس لما بكون هعمل شوكولاته بس اشكال، هي دي اللي بعملها. هنا بدأت احشي برضو اهو، ماشي. كانت اخر حاجة بقى في الكريمة، فحاولت ان انا اظبطها خالص لان انا هعمل كريمة تاني اهو. اسقي بس كده، وقبل ما اجلس بقى انا هقطع بس الطروف بتاعتها. لما تحسي ان لو الطروف معاكي ناشفه شويه، اقطعيها يعني سويها. لو لقيت الطروف بتاعتك طريه وهشه كده وطريه، لا ما تقطعيهاش. بتتعمل بيها على فكره، ما فيهاش اي مشكله مادام طريه، ماشي. لكن انا كنت لازم كمان اقطعها لان انا عندي القاعده دي اصغر شويه ما شاء الله من التورتايه، فكان لازم ان انا اشيل منها عشان خاطر اعرف اجلس التورتايه واعرف ازينها. هاخد بقى كل الكريم شانتيه كده وابدا كده اجلس التورتايه. اللهم صل على سيدنا محمد. لو انت اول مره تشوفي القناه، عجبك الفيديو، اعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان اي جديد على طول انزله يجيلك على طول اشعار بيه. ولو حابه تعملي لايك لو الفيديو عجبك، اعملي لايك عشان تزودي معايا المشاهدات، يعني ان حد كتير يشوفه يعني. بنحاول نعمل تورت في البيت، او لو انت حابه تعملي تورتايه بنحاول نعملها باسهل حاجه واكتر حاجه عندك موجوده، يعني ما تبقاش مكلفه قوي. وتنزلي تجيبي تورتايه ب 300 جنيه و250 و280 والاسعار الغريبه اللي الواحد بيشوفها دلوقتي حاليا. مع غلا الحاجه، يعني انا نازله اجيب كريم شانتيه لقيته ب 200 جنيه، وفي ب 220 يعني. يعني النوع 220 ونوع ب 200، اللي هو ازاي يعني ازاي؟ انا فاكره ان انا كنت بجيبه ب70 جنيه اقسم بالله، يعني في الاول. فاحنا بنحاول دلوقتي نعمل اي حاجه توفر برضو معانا، وفي نفس الوقت ما نحرمش ولادنا. ولو في شغل هنشتغله بنحاول برضو نخلي الحاجه طعمها حلو، نطلع حاجه طعمها حلو شكلها شيك، ونشتغل. انا هنا بدأت خلاص جلستها وخلصتها هي ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا. هشرشرها بس كده بالسكرابر المشرشر ده، واظبطها كده، وهحطها بقى في التلاجة. او انا مش هحطها في التلاجة، انا هحطها في الفريزر ساعة، تمام، تجمد معايا وتتظبط. واهي بصوا خلصتها، وكمان مسحت القعدة كمان بمنديل. هنا بقى كنت عملت كريم شانتيه تاني لان انا محتاجة كريم شانتيه تاني. واللهم صل على سيدنا محمد. وكمان في تورتايه مطلوبة، فانا هاخد الجزء اللي هيتبقى اشوف وهعمل غيره يعني، هعمل معاه تاني. فالكريم شانتيه حاولي تعمليه على القد دلوقتي عشان ما يتبقاش منك. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا كنت بشوف انا هشتغل بانهي تب، يعني اللي هشتغل بيه. لان انت وانت بتعملي التورتايه بيبقى دماغك ممكن تكون في رسمه معينه في دماغك وانت شغاله تلاقي حاجه تانية خالص رحتي عاملاها. انا هنا جبت التورتايه بعد ما حطيتها في الفريزر ساعه جمدت، وعشان الجناش ما ياخدش الكريمه وينزل. والجناش هنا معايا، خلي بالك الجناش هنا مش سخن، الجناش عادي بدرجه حراره المطبخ لان انا طلعته من بدري
من التلاجة وسبته كده ايه عشان يهدى. بدأت هنا اعمل دريبات كده على التورتايه بسيطة كده زي ما انت شايفة. وهنا خلاص هبدأ بقى هنا بكيس الحلواني واعمل وردات. بصي بنفس الطريقة، اسهل حاجة اسهل تورتايه هتقومي تعمليها حالا. لو عندك كريم شانتيه وعندك دقيق عادي هتقومي تعملي التورتايه دي عادي، ومش هتشتري تاني دقيق سبونج من بره بإذن الله. وعلى فكرة ما شاء الله ناجح جدا، عايزاكي تجربيه وتشوفي وتقولي لي النتيجة ايه عندك. بدأت هنا اعمل برضو وردات صغيرة كده، يعني بصي عملت وردات كبيرة وجنبها كده وردات صغيرة كده. هاخد بس كمان جزء لان انا هغير التب ده، فهاخد حتة صغيرة بس، يعني كمية صغيرة بس اللي هعمل بيها الكام وردة دول، وردات كده صغننة جنب الوردات الكبيرة اهو. خلصت هنا خلاص، جبت بقى التب التاني اللي هشتغل بيه اهو. هبدأ بقى هعمل اطار بقى التورتايه او نفس الطريقة دي بصي اهي. طبعا دي حاجة ترجع طبعا لذوقك انتي وتذويقك انتي ودماغك فيها ايه. وحاجة برضو ترجع لان انتي التورتايه اللي مطلوبة منك ايه. يعني في ناس بتطلب تورتايه تقولي انا عايزة حاجة سيمبل قوي اللي هي ما تكونش فيها بهرجة كتير كده، عايزة حاجة رقيقة. او في ناس تقولي لا انا عايزة فيها ورد، وعايزة الورد يكون هاند ميد، مش عايزة الورد يكون عجينة سكر. في ناس مش بتحب التورتات اللي بعملها بعجينة سكر. بعمل الورد هاند ميد عادي بيبقى حلو جدا وتحفة بصراحة. فده على حسب الطلب اللي بيطلب منك، او على حسب العميل بيبقى عايز منك ايه. فتفكيرك بقى بيجيبك لكده. التورتيه دي هطلعها طبعا بالمنظر بقى، هي كانت عايزاها رقيقة قوي، حاجة كده ما فيهاش شغل كتير يعني. فانت تقدري كربة بيت تقدري تقومي تعمليها حالا لولادك. خلصت هنا كده التورتيه بتاعتي خلصت. هجيب بقى كريسبي ذهبي، انا حبيت قوي الذهبي مرضتش احط بني، كان شكله حلو قوي وشيك وجميل. جبت كريسبي ذهبي كبير وبدأت هنا على الوردات الكبيرة احط الكريسبي واحدة واحدة كده. وجبت برضو كريسبي صغير برضو ذهبي اهو. برضو دماغي فيها ايه، لا دماغي بتفكر في حاجة تانية، ففكرت في حاجة ارق يعني تدي منظر وتبقى رقيقة قوي. جبت بقى كريسبي ذهبي كده ورحت يا دوب حطيت كام واحدة كده على التورتايه وبس كده. التورتايه معايا خلصت. سهلة قوي، ممكن تقومي حالا تعمليها بالدقيق العادي اللي عندك، مش هتاخدي اي وقت ومش حاجة باذن الله تقف قدامنا. ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بجد جميلة رقيقة جدا يعني. لو الفيديو عجبك طبعا اعملي الاشتراك في القناة ونوريني فيها. اشوفكم ان شاء الله على خير وسعادة يا رب وسلامة. مع السلامة وباي باي.